يا جماعه هنعمل فيديو جديد، فيديو معتاد، الفيديو اللي كسر الانترنت، الفيديو اللي مغرق الانترنت، اي حد مسافر عامله. هنعمل بقى بايه؟ ب 100 دولار، وهنعمل ايه ب 100 يورو، و100 يورو هتجيب لنا ايه، و100 دولار هتجيب لنا ايه. الكلام ده كله خلاص عفى عليه الزمن، بس لازم اعمله. ما هو اصل انت عامل قناه جديده فلازم تعمله. ده فيديو اللي هو ايه، عارف انت كده خلاص، يعني قانون كده، ما ينفعش تعمل قناه يوتيوب غير ما تعملها. النهارده هنروح كده ايه، شوبينج مول، وهنجيب بقى ايه حاجات كده ب 100 دولار. انا مجوع نفسي اصلا من امبارح وايه، ما اكلتش حاجه، المصاريف تاكل في نفسها. حاسس كده ان انا ايه يعني مش قادر خلاص، وكمان الدنيا النهارده برد. بس قلت برضه اروح اعمل الفيديو النهارده لان انا بصراحه النهارده متحمس. فاحنا هنروح بقى نعمل ايه بقى. ال 100 دولار دي، بص يا جماعه، 100 دولار بقى، 100 دولار شكلها حلو والله. بص 100 دولار يعني شكلها مميز كده، بتحرك ال 100 دولار يمين وشمال كده، في الوان فيها بتظهر لما بتجيبها بزاويه معينه. مش عارف الست دي مين هي اللي عملت ال 100 دولار، يعني دي مرات ده ولا ده جوز دي، مش عارف يعني، بس ما علينا. بص يا جماعه البومه دي فيها الوان يعني فيها الوان كده معينه بتنعكس، يعني فوق النسر اللي فوق ده شايفين الالوان فيها، انا شايفها من هنا على فكره. والبومه برضو فيها الوان كده بتنعكس كده، وفيها اللي مش عارف الجامع اللي تحت ده ده تقريبا مبنى البرلمان، انا مش عارف والله فين. اهي فيه الالوان الزهره، عشان طبعا بقى ايه النصابين والحراميه بقى. البومه اللي فوق دي فيها كده لون نبيتي بلاستيك، يعني انت لو قعدت تقطع فيها، يا رب ما تقطع بس عشان ايه منظرها ما يكونش وحش. لو قعدت تقطع فيها كده اهي انا بعمل فيها نفس بعمل اللي انا بقطعها يعني، بس انا مش بقطعها خالص بس هي مش بتقطع خالص، هي بلاستيك. لا هي فعلا مش بتقطع، مش بتقطع خالص، زي ال 10 جنيه عندنا. النهارده هنعمل جوله كده في كذا محل، لان انا بصراحه عايز اجيب كذا حاجه، بس الحاجات موجوده في اماكن مختلفه. يعني الفراخ موجوده في حته معينه، اللحمه موجوده في حته معينه، لان برضه حتى مثلا اللبن اللي بجيبه للقهوه، الحاجات بقى اللي هي بتاعت ايه، بتاعت السكر بقى والدايت والكلام ده كله. يعني هروح كذا مكان، هشوف بقى ال 100 دولار اللي معايا دي اجيب حاجات قد ايه، تاكلني ايه وتشربني ايه طول اليوم. انا موجود دلوقتي في حته اسمها ويست ليكس، هي حته يعتبر من الحته اللي هي الروك هنا في ادليد. فيها بيوت حلوه جدا، يعني زي ما انتم شايفين كده. انا موجود في اولها تقريبا. هي حته حلوه جدا 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 وهاديه، وحتى المينتنس بتاعها حلو قوي. بيت الولاد على فكره شكله في الحياه حلو قوي. دي ب 100 دولار على فكره، بس يا رب ما تطير. البيوت بصراحه كلها شكلها حلو يعني، بس هي على الكاميرا مش باينه جمالها زي ما هي باينه في الحقيقه. فهي هاديه جدا جدا، هي اقل بشكل عام هاديه زي ما انتم عارفين، قلت لكم قبل كده. انا دلوقتي هتمشى شويه في صخره هنا كبيره، اعتقد تم افتتاحها 1977 مارش 17. فهي دي الصخره اللي تم من خلالها انشاء منطقه ويست ليكس. يا جماعه البيت ده حلو قوي. البيت ده اعتقد بقى يعني صاحبه بيأجره بقى بالايه، بالاير بي ام بي بقى ولا حاجه. البيت شكله حلو جدا جدا، يعني منظره تحفه، على البحر على طول. يعني ده بيبص على ده، في جمال اكتر من كده. قدامه الصخره كمان، يعني هو قدام صخره الافتتاح. لاند مارك قوي جدا ممكن من خلاله يعمل تسويق رهيب للبيت بتاعه. بس هو طبعا تحفه تحفه تحفه، هو مودرن اصلا، مبني جديد باين عليه يعني. قدامه جنينه اهي زي ما انتم شايفين. الجنينه هنا على فكره مساحتها مش صغيره يعني. على فكره هنا يا جماعه في برضو المكان بتاع الباربيكيو ده على فكره بابليك، يعني اي حد ممكن يشتغل عليها عادي جدا. يجيب مثلا لحمه بقى، فراخ، حتى مكتوب عليها هنا وورنينج هوت سيرفيس. ساعات ممكن مثلا بيبقى في ناس جداد لسه مخلصين باربيكيو عليه كده ولا حاجه، فممكن بيكون سخن، فعشان كده كاتبين التحذير ده. انا دلوقتي بنركب العربيه ونروح الشوبينج مول اللي هو اللي جنب ويست ليكس. هنشتري بقى حاجات بال 100 دولار اللي هي موجوده فين؟ موجوده في جيبي لسه ما طارتش. النهارده على فكره الجمعه، اليوم مش زحمه قوي، فاعتقد ان هو يبقى يوم كويس. فيلا بينا داخل العربيه اشوفكم بقى في الشوبينج مول. يلا وصلنا المول، وصلنا بقى لايه، للسوبر ماركت. زحمه النهارده شويه، بس الزحمه مش بتضايقني يعني، حلو برضه، زحمه حلوه يعني. الناس برضه وجودهم حوالين واحد حلو بصراحه. ممكن نجيب بقى ايه ترولي من اللي جنبينا دي. هنا السوبر ماركت على فكره تبقى زحمه جدا يوم السبت والحد. ايوه يا جماعه تبقى زحمه جدا يوم السبت والحد، لان كله بيبقى عايز يعمل شوبينج قبل الساعه 5. الساعه 5 كل الحاجات بتقفل يوم السبت والحد. ولكن النهارده الجمعه فتره لغايه 9، بس برضه النهارده الجمعه بيديك كده ايحاء شويه ان هو شبه السبت والحد. فنبدا بقى ايه تسوق بقى. انا مش عارف اجيب ايه ولا ايه، لان انا بقول لكم والله مجوع نفسي. يعني انا مجوع نفسي النهارده من الساعه تقريبا من امبارح بالليل. اخر الوجبه جايبها بالليل امبارح، يعني واكلها بالليل امبارح. رغم ان ده مش حلو عليا خالص، انا ما بعملش كده خالص يعني. ولكن عشان الفيديو بقى ايه، قلت الواحد يجوع نفسه كده وايه، يفضي الثلاجه عندي متقشطه، كأن واحد حرامي جعان جوه سرق الثلاجه. فمش عارف بقى ابدا بايه. يعني انا دلوقتي حوالي خضار والفاكهه. نبدا بايه؟ بالفاكهه الاول. الجوزفان دي ب 3 دولار و30 سنت. انا ممكن نجيب مثلا بتاع كيلو ونص ولا حاجه، مش محتاج كتير يعني. في كده عيش كده بقى معين انا بجيبه. العيش المعين ده بيبقى الكالوريز بتاعته قليله جدا، يعني مكوناته حتى دي سي سولت وميه متفلتره. هو ده اللي انتم شايفين هنا مكتوب 72 كالوري كل راب. ممكن اجيب منه 2، واحد ب 4 دولار و90 سنت. على فكره الحاجات دي يعني
كل واحد لازم يجيبها. يعني انا بجيب الحاجات دي عشان انا مش عايز استهلك حاجات فيها سعرات حراريه كتير، ولكن مثلا في حد ممكن يجيب عيش ممكن ارخص. نرجع تاني لقسم العيوش. يعني مثلا عندكم هنا العيش اللي هو العادي مثلا ده 750 جرام، يعني قريب من كيلو الا ربع، يعني $5. ده ممكن يقعد اكتر من ده بكتير. انا ده بجيبه عشان يعني انا ما بحبش اخد حاجات فيها سعرات حراريه كتير. الفروق دي برضه على فكره راعوها برضه، يعني مش كل حد هيجيب العيش ده، بس انا بجيبه. هنا انا دايما بشرب الميه اللي هي متفلتره، انا ما عنديش فلتر في البيت، بجيب بقى ايه بتاع زي دي تقريبا 10 لتر الواحده، بنتكلم في حوالي $3 وشويه. ده بسكوت يوناني، فده حلو. ده برضه ده هيكون ثمنه $6.50. ده ثمنه مش قليل يعني. فممكن بقى نجيب ايه لبن سهل الهضم. لبن سهل الهضم ده ممكن نجيب واحد زي دي. Hi man, how's it going? Just gonna take one pack. One pack is alright? One pack is alright? Yeah. Okay. Alright. I will see. I think it's gonna be sufficient for 2 or 3 days. That will be alright. Thank you. Have a good day. ده لبن سهل الهضم. اللبن على فكرة اللي هو الفول كريم بيعمل مشاكل شوية. مش حلو للصحة بشكل عام يعني. فده لبن ايزي تو دايجست. هو ده يا جماعه شكله اسمه زايمول. زايمول ده اللي هو لو فات ولاكتوز فري، ما فيهوش لاكتوز وما فيهوش سكر. ده تقريبا حوالي $3.50 تقريبا يعني. الزبادي مهم جدا. المواد الحافظه اللي بتجنبها تماما. ده اعتقد كويس ده، وتاريخ انتهائه 13 سبتمبر. ده تقريبا يعني هيكون بعد ما انا سافرت مصر يعني. فده حلو. ده $6.50. ندخل على البيض بقى. اخر فتره ما بقاش مصرح لاي حد ياخد اي عدد من انواع الكراتين البيض، يعني لازم 2 بس. كل واحد ليه 2 بس. ممكن بلاش البيض هنا، نجيبهم من محل تاني. المهم كنت عايز اجيبها برضو الشنط اللي هي الصناديق القمامه، مش عايز اقول الزباله، عشان اللي عندي تقريبا قربت تخلص. فاحنا لارج باج، في ميديوم وفي لارج. انا مش عارف بقى ميديوم ده كان عندي ولا لارج، انا مش فاكر والله. هما الاثنين 72. انا هجيب الميديوم. الباك الواحده ب $6.80. محتاج برضو ليكويد بتاع غسيل المواعين، لازم نغسل مواعيننا بنفسنا برضو، مضطر اعمل ايه. ممكن بقى اجيب البتاع الكبيره. بحب اجيبه اللي هو ايه صديق للبيئه. ليه؟ في حاجات معينه مضره للصحه. لان انت مثلا ممكن لما بتمسح الطبق ولا حاجه، ممكن حاجات بقى فيه ساعات باقي. على فكره انا بحب اجيبه خالي من حاجات معينه. محدش بقى يقول لي خالي وعمتي والاستظراف ده، عشان انا ايه جات في بالي اصلا ما رضيتش اقولها. ما حدش يستظرف بالله عليكم. فممكن نجرب ده. ده عامل $7. $100 عشان نصرفها محتاجه مجهود، محتاجه شقه. انا اوريدي جبت فراخ على فكره برضو. الفراخ جبتها من محل الحلال، فالفراخ كده هتطلع من الحسبه. ممكن اجيب برينجلز ده ب $2. مش هيعمل حاجه في $100 خالص. الطبق السلطه اللي هنعمله النهارده $3.60 تقريبا يعني. افوكادو الاثنين ب $3. لو لقيته حلو هجيبه. لا مش حلو، ناشف جدا. الجبن هركبها برضو المحل التاني. في بقى محل تاني اسمه فودلاند. المحل ده انا بحبه جدا لانه بيبقى فيه حاجات معينه مش موجوده في المحل ده، مع ان ده اشهر من فودلاند اللي بقول لكم عليه ده. كيوي حلو جدا. ممكن نجيب 4 كده. جبنا ايه 4 كيوهات. تفاح هنا بقى في استراليا يا جماعه، التفاح هنا ملوش اي طعم ولا ريحه. ساعات كده بتفلت منهم بيكون ليه طعم وريحه يعني. فانا ممكن اجيب مثلا 4. جبت الموز ده برضو $5، مش وحش. اللف برضو بيخليكم ايه تفتكروا برضو انتوا محتاجين ايه يعني. شويه شوبينج حلوين. ما اجيبش كل حاجه بالظبط اللي انا عايزها، ولكن زي ما قلت لكم في حاجات تانية هجيبها من اماكن تانية. انا دايما جبت الحاجات اللي معايا دي اللي هي ايه. ممكن نطلع دلوقتي بقى ايه نحاسب. اشوفكم بقى بعد ما احاسب ونطلع على المكان التاني. نسيت حاجه مهمه جدا، اللبن بتاع القهوه. هي دي القائمه يا جماعه بتاعت اللبن كلها. انا جبت نوعين لبن، ميلك لاب واسترال وايه مش عارف، بس انا جبت النوعين دولت يعني. واحد منهم ب $4 والتاني ب $5.50. اعتقد بقى نطلع كده ايه، نطلع نحاسب بقى كفايه قوي كده. اشوفكم بقى على الكاونتر. هنشوف بقى الحاجات دي كلها اللي انا جبتها هتبقى بكام من $100. ما اعتقدش ان هي هتجيب $100، ما اعتقدش، بس لسه هنشوف. ثم هنحط الحاجات. الدنيا زحمه شويه النهارده. في 2 قدامي، حد بيحاسب والتاني تقريبا جايبه الشغل بتاع حوالي 26 تقريبا السنه كلها. الست اللي قدامي دي اللي ورايا، هي مشعر اصفر اللي ورايا دي خليتها تحاسب قبليه عشان هي الحاجات اللي معاها مش كتير قوي، حوالي 4 5 6 حاجات يعني. لازم برضو ايه ندي برضو ايه فكره حلوه للمصريين كده وندي انطباع كويس. انا ما قلتليش ان انا مصري بس انا بهزر يعني. Hi, how's it going? Not too bad. How are you today? Yeah, I'm fine. I'm good. One box of water. Yeah, 1 box of water. Yeah, so good. I'll put it back. Yeah, all right. Thank you. No worries. That's Did it. you need some bags? Yeah, for sure. Yeah, 100%. I think that's the only time I'm gonna need bags because I didn't get used to buy all these things all together the same day. Sometimes you don't need bags because the bags are in the car. And I mean, if you're gonna actually like accumulate the cost of bags, you're gonna, you know, like pay money for them for the whole year. How much? Like $20? Doesn't matter, isn't it? like
some people, I don't want to know how much they spend on Oh, yeah. That's bags. alright. $20, $30, right? Work like 1 hour out of your life for the whole year to get like the whole bag for the whole year. Well, that's alright. Do you think like all this stuff is gonna cost more than $100? No, I think we'll be right. Yeah. Okay. No, I think we've done most of the expensive things. Oh yeah. Okay. Because especially affordable. Oh, they're yeah. like the dearest ones. Oh yeah. Gotcha. Yeah. $80 and 1 cent. Can you give me a discount for 1 cent? Okay. Oh, okay. That's so generous of you. Thank you. Thank you. Have a good day. You too. يا جماعه الحاجات دي كلها تقريبا كلفت $80 وال $20 اهي. فممكن بقى نجيب بيها حاجات تانية من سوبر ماركت تاني. فيلا بينا نطلع سوبر ماركت تاني، احط الحاجات دي في الشنطه الاول بتاعت العربيه ونطلع بقى نجيب الحاجات ال $20. فمش عارف هيكون ايه، بس هي اكيد في حاجه نشتريها يعني. يلا بينا. احنا دلوقتي خلصنا دلوقتي شوبينج في كولز. الشنطتين دولت يا جماعه الحاجات اللي انا كلها وريتها لكم، الشنطتين دولت مع كرتونه المايه تقريبا كلها كلفتني تقريبا $80 بالظبط. هي $80 وسنت، بس الست يعني طلعت كريمه وما خدتش السنت. ف يا شو I didn't realize that, sorry. No worries. كنت فاتح الباب وكنت قافل على الست. ايه خلاص كده. في واحد جاموسه جنبي هنا سايب الكارت قدام العربيه بتاعت الراجل، هيركن وهيخبط فيها، بس انا قلت له خلاص عادي. نطلع بقى ايه على المحل التاني نجيب الحاجات اللي باقيين بال $20. فيلا بينا. دلوقتي وصلت السوبر ماركت التاني، اشوف بقى ال $20 التانيين اللي باقيين معانا هجيب ايه. انا هو ده السوبر ماركت اللي ورايا، ده اسمه فود لاند. سوبر ماركت لطيف، التاني احسن منه شويه، ولكن ده في حاجه تانيه مختلفه انا بحب اجيبها منه. فيلا بينا نطلع نجيب بقى الايه الشغل ونشوف بقى ال $20 جايب لنا باقي. يلا بينا. نجيب بقى دلوقتي يا جماعه كرتونتين بيض اللي احنا قلنا عليهم. فهجيب 2 بيض من ده، الواحدة عاملة $5 و30 سنت. محتاجين كمان ايه ديب صوص بتاكل بيه بقى الفراخ واللحمة وكده على السبيشال. حلو قوي ده، هو ده $6 او 75 سنت. $100 بالظبط يا جماعة كفت، بس زادت $4 وحوالي 20 سنت تقريبا. بس انا جبت حاجات كتير قوي يعني. $100 كانت تقريبا هيكفيني اسبوع تقريبا على الاقل يعني. فده حلو، اسبوع شوبينج $100 مش وحش يعني. بس حاجات برضو على فكرة خد بالكم زادت شوية يعني، اسعار المنتجات زادت شوية، ولكن برضو ستيل احنا لسه في السيف سايد يعني. الموضوع مش غالي قوي، ولكن دي الحاجات اللي احنا جبناها النهارده يعني. اتمنى النهارده يكون الفيديو عجبكم. دوسوا بقى شير ولايك وسبسكرايب والكلام ده كله وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. اي حد عنده كومنت، اي حد عنده تعليق، فكره فيديو عايز اعملها لكم، يبعت لي على طول طبعا على الكومنتات، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. سلام.